السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. بهذا الفيديو عندنا 3 أخبار مهمة جدا وغاية في الأهمية. حط لايك لهذا الفيديو واشترك بالقناة. صراحة في 75% من المشاهدين تبع القناة بصراحة تفاجأت أنا من الإحصائيات غير مشتركين بهاي القناة، فقط يتفرجون بعدين خلاص ما يشتركون. فيا صديقي يعني حط لنا اشتراك، ما انت خسران، ادعمنا بزر الاشتراك. خلونا ندخل بالفيديو على السريع. اول خبر ابشرك به بانه هنالك تيفو ضخم باذن الله حاليا يجهز من اجل رفعه في الجوهرة في اخر جولة تلعب لنا في مباراتنا امام ضمك. الخبر الجميل ان هذا التيفو سيكون على كامل الملعب، ليس فقط بالواجهة أو مثلا دبل تيفو بالواجهة وخلف المرمى، بل إنه على كامل الملعب خلف المرميين وبالواجهتين، وكل المتواجدين والحاضرين بالملعب راح يرفعون التيفو. راح يكون تيفو ضخم جدا في الجولة الأخيرة يلي راح نلعبها أمام ضمك، جولة التتويج بإذن الله تعالى. وننتقل للخبر اللي بعده. ما كنا نتكلم فيه الفيديو الماضي حاليا يحصل، والجمهور الاتحادي ينتفض ولا يريد هذا الأمر. فالرياضية تنشر وتقول: ينوي أنمار الحائلي إعادة الترشح الموسم المقبل لرئاسة شركة الاتحاد غير الربحية، مع ضم أغلب أعضاء الشركة غير الربحية تبع الموسم الحالي بالإدارة تبع الموسم المقبل. يعني فقط يروح لؤي مشعبي وينزل بداله أنمار الحائلي، بينما باقي أعضاء الشركة الربحية يبقون مع أنمار الحائلي إذا استلم الموسم المقبل من أجل بقاء الاستقرار في النادي. وبرنامج برا 18 جاب نفس الخبر وقال لؤي مشعبي لن يترشح لرئاسة نادي الاتحاد الموسم المقبل بسبب ظروفه العملية، ومتوافق مع أنمار لعودته كرئيس للنادي. يعني لؤي مشعبي ما بده يترشح الموسم المقبل، هكذا يقول برنامج برا 18، بسبب ظروف عمله، يريد بس هذا الموسم وبعدين يترك رئاسة نادي الاتحاد. أنمار الحائلي وعد بجلب صفقات للنادي، لساتنا قام نذكر خبر برا 18. وأنمار الحائلي سيمول صفقات اللاعبين الذي يطلبها رامون بلنس. بكل صراحة أنمار الحائلي ماني مرتاح لهذا الرجل خالص. رجل اشتغل لنادي الاتحاد، انتشل نادي الاتحاد بالسابق، جاب لنا بطولة الدوري الاستثنائي، لكن ماني مرتاح له لأنه بالموسم اللي صار فيه خصخصة وصار فيه هنالك قتال من أجل المطالبة بحقوق النادي، ما قدر يجيب لنا ربع حقوق النادي تبعنا. بالموسم قبل هذا اللي كان مستوانا متدني فيه وكنا المركز الخامس بالدوري السعودي، انهينا الموسم بالمركز الخامس. انمار الحائلي جاب لنا دوري الموسم قبل الماضي وكنا فرحانين فيه ومكيفين عليه، لكن بزمن الخصخصة فشل. فالله يستر بصراحة إذا استلم رئاسة نادي الاتحاد. ماني مرتاح خالص بصراحة إذا استلم أنمار الحائلي. نعلم أن أنمار الحائلي اتحادي صميم ودعم هذا الموسم، ما قصر خالص بالدعم على أي شيء، قام يدعم نادي الاتحاد بملايين حتى الريالات، وسابقا جاب لنا بطولات ويعمل بكل جهده. لكن بصراحة أشوف أنه في أفضل منه، ولؤي مشعبي إذا يستمر ويتم الضغط عليه أفضل بكثير بصراحة من أنمار الحائلي، لأنه ببساطة نجح بتجربة هذا الموسم. نحن حاليا أنهينا الدوري، اللهم ربي لك الحمد، اتحادي، والكأس على مشارف الأبواب. 30 مايو مباراتنا النهائية أمام القادسية، وإن شاء الله تتزين بالأصفر والأسود كأس النهائي. جماهير نادي الاتحاد رفعت هاشتاج استمرار لؤي مشعبي مطلب اتحادي، تأكيدا على أنهم يريدون بقاء لؤي مشعبي. نحن بصراحة أنا أشوف، ليش أقول ماني مرتاح لأنمار حائلي؟ لأنه في هنالك مضمون الكابتن لؤي مشعبي، وأيضا في شغلة مضمونة هو الاستقرار الإداري. هذا أمر مهم جدا بكرة القدم. عندك لؤي مشعبي جدا مستقر مع دومينيغو سواريز ورامون بلانيس والوران بلان، فممكن أنمار الحائلي وأحمد كعكي اللي أكيد راح يكون نائبه عقليتهم ما تزبط مع رامون بلانيس ودومينيغو والمدرب لوران بلان، فممكن يعملون مشاكل ما بيناتهم. وإذا صار في هنالك مشاكل بالإدارة سلم على الفريق وعلى أدائه بأرضية الملعب وعلى العشب الأخضر. لذلك أنا أقول لازم يبقى لؤي مشعبي، ونحن نعمل على الضغط من أجل بقاء لؤي مشعبي نحن كجماهير، لأنه هذا المضمون.
ما أعرف كتبي رأيك أنت تحت بالتعليقات. ننتقل للخبر اللي بعده، خبر مهم جدا نتكلم فيه عن مسألة تجديد عقد كريم بنزيما. استضاف الكابتن خالد الشنيف على برنامج اللي هو يقدمه دورينا غير فيليكس دياز رئيس صحيفة الماركة، وتكلم بأخبار حصرية إله عن مسألة تجديد عقد كريم بنزيما. خلونا نسمع إيش تكلم رئيس ومحرر صحيفة الماركة. خلونا نسمع سوية ايش يتكلم رئيس صحيفة الماركة فيليكس دياز. رونالدو إلى ملف آخر بنزيما، تقول عندي خبر عنه وخبر سعيد للاتحادين. رونالدو بنزيما خلاص، بنزيما شيء مغاير، يعني الكونتراكت بنزيما سعادة سعيد بعد ما نال الدوري، غير الفريق، هو الذي غير الفريق، لكن نال الدوري، وهذا لقب كبير، وفي انتظار نهائي كأس الملك. وكما شاهدتم في مؤخرا في يوم التتويج تكلم رامون بلانيس وتكلم دومينغو سواريز أن بنزيما لديه دور كبير في الفريق، مساندة، قائد كبير، قائد أساسي في الفريق. الناس قريبين من رونالدو من بنزيما قالوا أن لم يروه سعيدا مثل هذه المرة. هذه مدة لم يكن سعيدا منذ أيام ريال مدريد، الآن السعادة ترى نشاهدها على وجهه، على محياه. جدد هو عقد 2 أم 3 مع الاتحاد. حسب أخباري سيجدد، لا يوجد أي مشكل مع بنزيما سيجدد بكل تأكيد. فيه دعم كبير من النادي، دعم من الجماهير، الكل يريد بنزيما يجدد. بنزيما ليس مجرد لاعب، بنزيما هو الذي أعاد الاتحاد للحياة بعد موسم تقريبا للنسيان. بنزيما أعاد الفريق، لو تشاهدون شغفه، هو الذي قام باستخدام بعض اللاعبين الفرنسيين، لكن كانت الفعالية موجودة. وبنزيما كان واحد من، هو تقريبا الشخص الذي أعطى هذه الدفعة المعنوية للاعبين. طيب هذا بنزيما، وحديث السيد فيليكس دياز أن بنزيما جدد عقده مع الاتحاد، له سنة ولا سنتين لا أعلم، على حسب كلام السيد فيليكس دياز أن بنزيما جدد عقده. فيليكس دياز ما شاء الله يقول بأنه كريم بنزيما سعيد جدا في نادي الاتحاد، ويقول أيضا بأن المقربين من بنزيما قالوا لي كريم منذ أيامه في ريال مدريد لم يروه سعيد مثل هذه الفترة. ما شاء الله جدا فرحان الحكومة كريم بنزيما. وبحسب معلوماته قال بأن بنزيما سوف يجدد، فالتجديد بإذن الله تعالى لكريم بنزيما اقترب جدا. طبعا عقد كريم بنزيما الحالي ينتهي في صيف 2026، يعني عقده حاليا مع نادي الاتحاد ملزم بكريم بنزيما بأنه يلعب موسم إضافي آخر غير هذا اللي انتهى وجبنا فيه الدوري، وبإذن الله راح نجيب كأس، يستطيع يلعب موسم آخر أيضا مع نادي الاتحاد، لكن بإذن الله سيجدد بمواسم أكثر. وبإذن الله باقي، أنا أقول بصراحة أنه باقي معانا بإذن الله تعالى 3 مواسم أيضا إلى الأمام. الموسم المتبقي حاليا من عقده الجديد، وراح نجدد له أيضا موسمين مقبلين. وكريم بنزيما مبسوط، وكما يقول رئيس صحيفة الماركة بأنه الأقرب أنه يجدد كريم بنزيما مع نادي الاتحاد. هذا خبر بصراحة مفرح جدا. بس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.